بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اللهم بارك يا رب. ما شاء الله. النهاردة 6/12 ما شاء الله. بصوا بقى الإطعام، احنا نغيب ونرجع نرجع بخير ما بعده خير. دول 30 كيلو بانيه، 30 كيلو فراخ، ودول 20 طبق، 19 طبق بانيه، وعندي 40 كيس مكرونة. في هنا كمان عندي مكرونة تانية للإطعام التاني. فما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله. احنا نغيب ونرجع بخيرنا. النهاردة 6/12، ده أول إطعام في الشهر، وهعمل إن شاء الله الشهر ده كله هعمل إطعام كتير بعون الله. أنا لسه ما جاليش رزق كتير، بس برضه أنا متأكدة إن بعون الله ربنا هيبعت الرزق. بصوا ما شاء الله، الناس كده بتعمل إطعام في حب الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا علي وستنا فاطمة عشان خاطر بيعملوا إطعام حبا في الله. فأصحابي ما شاء الله عليهم بيعملوا إطعام حبا في الله، ويعملوا إطعام عشان بنية حاجات خاصة بيهم. يا رب إن شاء الله ربنا يحققها لهم، فجزاهم الله خير الجزاء. إن شاء الله إن شاء الله طول ما أنا عايشة مكملة في الإطعام. النهاردة بقى الإطعام في أسر هتاخد طبقين، طبق بانيه وطبق فراخ، وفي اسر هتاخد بانيه بس لان هم مثلا بياخدوا مبالغ كويسه. في اسر ما بتاخدش فلوس، اللي ما بياخدوش فلوس هياخدوا طبقين، او الاسر اللي عددها كبير هياخدوا طبقين، او الاسر اللي انا ايدي مش في ايدها دايما هتاخد طبقين، واللي عددهم كبير هياخدوا طبقين، وهكذا. والناس اللي ايدي في ايديها دايما هتاخد طبق واحد، اي نوع بقى هم ورزقهم، طبق وكيس مكرونه وهكذا، او طبقين وكيسين مكرونه. فبتبقى الفكره ماشيه كده. فالحمد لله يا رب، ربنا يديم علينا خير ويديم علينا نعمته، وما يحوجنا لحد ابدا. مع اني ما بحبش الكلمه ديت، لان الحوجه في ناس بتبقى فاهمه الحوجه وحشه او الحوجه ذله. لا، بس هو احنا لو احنا هنبص في حياتنا عموما، ربنا خلقنا لبعض ارزاق. يعني ربنا خلقنا لبعض، انا رزقي عند ده، وده رزقه عندي، ودي رزقها عندي، ودي رزقها عند ده، وهكذا. فاحنا بنسميها حوجه، لكن هي مش حوجه. هي مش حوجه. احنا ربنا خلقنا ارزاق لبعض، عون لبعض. انا رزقي عند غيري، انا رزقي عند ده فهاخده، وانت رزقك عندي هتيجي تاخده. لكن احنا ما فيش حد ليه فضل على حد ابدا ابدا ابدا. بس يعني لازم الناس كلها تبقى عارفه ان نفسي ابطل كلمه حوجه. الكلمه دي بتضايقني، لكن الحوجه دي وحشه. انا جايه لك وانا محوجه، لا بالعكس، انت تيجي بقلب وكده، لان ربنا حط رزقك عندي، او انا ربنا حط رزقي عندك ادهوني. هو ربنا بعتني ليك بمزاجك مش بمزاجك هاخده. قطعت مني رزقي، ربنا هيبعت لي حد تاني. فاهمين؟ يعني هو كده ربنا في الدنيا خلقنا لبعض ارزاق وبس. والحمد لله يا رب، الحمد لله على نعمة الخير وعلى نعمة ستره، ومكملين ان شاء الله. مكمله طول ما انا عايشه ان شاء الله هكمل، واولادي ان شاء الله يا رب يعني يطلعوا زيي ويكملوا كده من بعدي. بتمنى والله، بتمنى اولادي يبقوا حاسين بالناس وحاسين بالغلابه، ويبقى بالهم طويل. اللي بيشتغل في مجال الخير لازم يبقى باله طويل، باله طويل قوي قوي، ويبقى عنده صدر رحم كده. يعني واي حاجه يقابلها سواء من المتبرعين او من الحالات يقابلها بصدر رحم. الا طبعا لو في حد بيستغفلني، مش مثلا هقل ادبي عليه او كده، لا خلاص رزقك مش عندي. لو فيها اي حد بيستغفلني وانا عارفه ان هو بيستغفلني بيستغلني كده، لا خلاص انا اسفه رزقك مش عندي. فدي بضطر اخد فيها موقف يعني. لكن في متبرعين كتير قوي 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 بيضايقوني، بيعدوا حدودهم عليا. فبضطر ساعات بقول خد بالك، انا هخسرك، انا باقي على صداقتك، او انا باقي على صداقتك، او انا كذا. لكن لا، انا مش بشتغل عند حد. فبرضه بيبقى برضه ربنا جعل رزق الحالات عندي، وفجأة خلاص اتقطع، مش عندي انا. ما زي ما احنا ربنا خلقنا لبعض ارزاق، برضو المتبرعين عندي. يعني ممكن يبقى خلاص رزقك مش عندي، وانتي رزقك مش عندي، خلاص. في ناس بتعدي حدودها في التعامل، في ناس بستحملها مرة واثنين وثلاثة، والرابعة لا، ما ستوب. انا في حياتي عموما انا بستحمل مرة واثنين وثلاثة، والرابعة ستوب. اصل انا مش مجبورة،
فزي ما ربنا اخد مني ناس بعت لي ناس تانية احسن. فكل اللي بيتبرع جزاكم الله خير الجزاء، ومكملين في العمل الطيب، وانا بستحمل والله، وعندي قوة تحمل رهيبة رهيبة. جزاكم الله خير.